ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حالا متابعين يوميات بدو وزياد. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده صينيه رز محمر بالملح او المدسوس زي ما بتسموه. احنا بنسميه الرز المعمر. مقاديره سهله وبسيطه جدا. معانا كده كيلو رز. ده كيلو رز، ده اصغر صينيه في الطقم. معانا كده حوالي 100 جرام زبده. معانا كده معلقتين سمنه كريستال كبيره. ومعانا كيلو لبن مغلي. ومعانا معلقه ملح كبيره. بصوا مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا جدا. وهنعمل بقى احلى صينية رز معمر زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. دي كده سمنة زبدة يا حبايبي بدرجة حرارة المطبخ، متكونش في التلاجة. احنا كده معانا كيلو الرز غسلناه حلو وصفناه. انا مش بنقع الرز، في ناس كتير بتنقعه شوية كده، انما انا مش بنقعه وبيطلع مفلفل وجميل جدا. هننزل كده دول حوالي 100 جرام زبدة وعليهم معلقتين سمنة كريستال. لازم تحطي سمنة زبدة على كريستال. ولو عندك قشطة حطي معلقتين قشطة كده يديها وش جميل جدا. بس انا بصراحة ما كانش متواجد عندي، انما انا بعملها بالقشطة على طول. هنمسك بقى الرز كده نغلفه كله بالسمنة الاول. احنا طبعا غاسلين ايدينا ومتأكدين من نظافتها. هدعك بقى السمنة بالرز. وهغلف الرز كله بالسمنة، مش هسيب حباية رز ما غلفهاش بالسمنة، عشان بقى ايه يبقى مفلفل كده معاكي وجميل جدا. بعد كده بقى هنزل بمعلقة ملح كبيرة. معلقة الملح دي كانت ظابطة الحدق بتاعه مظبوط جدا. تاكلوا احلى صينية رز معمر ان شاء الله. اللبن ده يا حبيب قلبي انا غلياه وسايباه بالوش بتاعه، ما شلتوش. لازم اللبن يبقى مغلي عشان يغلي معاكي في الفرن على طول اول ما تدخليه. احنا كده هننزل بالكل اللبن بتاعنا، شايفين بيدخن ازاي؟ علشان انا غلياه في ساعتها على طول. ولازم اللبن بتاع الرز بتاعك ده يبقى دسم، عشان ايه تاخدي نتيجة حلوة كده وجميلة. بصوا بقى بمجرد انا منزلت بقى باللبن كده عشان سخن. معانا كده مج مية. لازم تعملي الرز، لازم تحطي عليه مية حتى لو عندك لبن. لازم تحطي عليه. ده انا كده حطيت مج ونص مية على الكيلو اللبن. وده كده بقى انا دخلته الفرن. ده الفرن الغاز بتاعنا يا حبايبي قلب، الفرن البلدي بتاعنا. لو مش متواجد عندك هتدخليه في فرن البوتاجاز عادي. هتحطيه على الصاجة الاول كده من تحت لحد ما يغلي ويشكشك كده زي ما انت شايفة كده. بقى الرز بتاعنا بدأ يغلي. ودي كده النار بتاعتنا انا بوريها لكم اهو. لو حطيتيه برضو في فرن البوتاجاز هيبقى جميل جدا جدا وهيديكي نفس النتيجة. ودي النار عليه من تحت. بمجرد بقى ما هيغلي والوش هيحمر، لحد بقى ايه انا هسيبه يحمر شوية كده الوش، وبعد كده هوطي عليه خالص عشان الوش ما يتحرقش مننا. وهنودي القعر برضو. ودي النتيجة بتاعتنا. شايفين العظمة والجمال؟ شايفين الشكل؟ عاوزة اقول لكم ان الشكل كده، وان الكاميرا كمان كانت ظلمة جدا جدا، لانه بصراحة كان جميل كده ومفلفل. معلش بقى ايه الحتة بتاعت ان انا طلعت لكم شوية رز كده سقطت مني في الفيديو، الكاميرا ما كانتش شغالة. بس والله العظيم الرز كان مفلفل جدا وجميل. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. واهم حاجة التعليق الجميل بتاعكم اللي بيحفزني كده ان انا اكمل معاكم. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والجمدان؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. بتمنوا تجربوا كده الطريقة. تقدروا بقى تعملوه كده، تعملوا جنبه فراخ، تعملوا جنبه سلطة خضراء، تاكلوه كده اي حاجة متواجدة. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم. يلا بسرعة بسرعة انزلوا حطوا اللايك. يلا يا حبايبي كده شجعوني بكومنتاتكم وتعليقاتكم الجميلة واللايكات بتاعتكم اللي هترفع الفيديو. وتسنوني في فيديوهات كتير كتير. وشكرا لأحلى متابعين. اشوفكم على خير.